مرضية واشفي أمراضنا وسجل أمراضنا وتل أعمارنا ولطفي وعافية وسجل سابقتنا وسجل خاتمة وتفتيمتنا وعلى كل من وحبيبنا علي بمحمد بن حلفتي ولاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وابتع من الخير كل مولد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وذو مشانه ولك الخلق الحكمة وتوى عليها علما وستر من بعد المنة ما جرت به بأقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف الخلق وجلى بذي الرحمة. تعالى قريرة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرابه في عوالم الشهادة والويون. صلى الله عليه. فما جل هذا المنى الذي ذكرنا بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هرات الإحسان سورة كاملة ظهر بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترج البلد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أبراره بتعداد ولا يمل تكراه بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تطلع به قلب المنيب إلا من زوار فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالها جل من شرف الوجود بنور رمر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله لا عليه. العيون بما اجتلته بشرا كاملا يذيع الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعبته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من خبرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور. فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فمن فاجر هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضهم الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في صدور من الإيمان كوائده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأحد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمتسلين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها بالبر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحية ووسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الحكمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال.
صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سره تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقى صحوة المجد بقربه وتفيأوا لذا الشرف في أصل وجود وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباحرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال مترك وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سلب الضامة إلا وتمت عليهم من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأكدان الأزلية بما قدت، وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير أفكاره وبهر، وتعلقت حمة الركيم لهذه الهروب أن يركم في هذا القرطاس ما هو لديهم من عجائب ذلك النور معروض. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا ترب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في قوله من الفضل الذي أما العالمين. وبقيت آيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلما والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والحنى من
غانم فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أسرف الرسل الطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيت بها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياحب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لوزنا فيك في كل النوائب أنت ملجأ كل آس أنت مأوى كل لتائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل هلا في أعلى الزوائب من قصي ولؤي بازه المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب
وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا كريما يا رحيما جد وأجل بالمطالب يا كريما يا رحيما جد وأجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجهنا وبعوا الآل جمعا ما بدا نور الكواكب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما خرتك فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا خصنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقطاس وتنزه في خدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور مودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أخشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. وحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد الشهر من حمله. وغرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الصراط، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخلفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في البطون بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من نخواه وتدنو مننا ألوان
شاهد بهذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار فيرح صباح حبي أوذي قولي إلى حبي وبسي عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهنا قربان لوجه هذا الحبيب أعلن في السماوات والأراضنا وما بهن بالتكذيب وأنطال الوجود لأهل الوجود تسي وسلة الملاء بالتكسير للعالمين تعي سبحان الله الحمد ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكنت كتشفت بنا هذا المستور ليروز نورا كاملا في العالم الظهور نورا فاك كل نور وهذا حق حكما على من أطى الله عليه النعمة من حواد الأمة أن يدر عند وته أمة تأنيسا لجلاب هذا المسؤول ومشر هذا السماد الموزون وحضر بالله السيدة المريم وسيدة الآسيا وما هو منه من عين من قسم الله له من الشر قسمة الوافية وهذا الوقت الذي رحمة الله على وجود هذا المولود وانطلق سوء الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مذل لله بالتحسين والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من آل
حيث